بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إخواتي كل سنة وأنتم طيبين، داخلين على أول أيام رجب بعد الله وعليكم على الأمة الإسلامية بخير وبركات. قربنا رجب وشعبان ورمضان. ربنا يا رب ييسر لنا فيهم أمورنا، يا رب يغفر لنا ذنوبنا يا رب إن شاء الله. امبارح بتكلم في موضوع بس بالصدفة كده. امبارح أنا وبقرا كده وبتابع الدنيا، لقيت بيقول لك إن الأهلي هيفتتح الفرع السادس ليه في أسيوط. النادي الاهلي هيفتتح الفرع السادس ليه في اسيوط، يعني النادي الاهلي هيفتتح الفرع السادس في اسيوط السادس. هي مش غريبة ان خبر زي ده ينزل مع صاحب ارض نادي الزمالك بتاع 6 اكتوبر دي اللي احنا بنتكلموا عليها ومنهدين و16 فيديو عمالين نقولوا الارض والارض بتاعتنا والارض والارض ومش عارف ايه. هي مش غريبة ان نادي معاه نادي واحد وبيحاول يعمل نادي تاني، والنادي المنافس ليه بيفتتح الفرع السادس. طيب الأراضي دي جبتوها منين؟ يعني جبتوا الأراضي دي منين؟ هل انتوا فيعني اشتريتوا أرض وعملتوا عليها النادي الأهلي وخدتوا مقايسات وموافقات من الدولة ومن الأوقاف ومن الكلام ده؟ لا. عارف اللي حصل؟ ارجع الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبل اللي فات، هتلاقيني قلت لك معلومة صغيرة كده. هي نفس المعلومة اللي أنا قلتها لك في الفيديوهين دول حصلت امبارح. لما قلت لك، فاكر لما قلت لك في الفيديو اللي فات او قبل اللي فات، والفيديوهات موجوده عندكم، ان النادي الاهلي ما بيشتريش اصلا اراضي. النادي الاهلي مثلا بيروح النادي اسيوط، تمام، بيقول له انت هتشيل اليافطه بتاعت نادي اسيوط واحنا هنكتب النادي الاهلي باسيوط. تمام، سهل ايه؟ تمام. يعني انا هشتري ارض ولا اروح الاوقاف ولا هشتري املاك من الدوله، ولا كده كده املاك الدوله موجوده في ارض اسيوط في نادي اسيوط اللي فيه الملعب وفي الكلام ده. لا يا عم، احنا هنخش نطور كل الكلام ده ونخليه لكم ملعب ودنيا وبتاع، بس هم معلش مش هيبقى انتوا اسيوط، يعني النادي بتاعكم هيبقى ليه فرع صغير كده تتدربوا عليه، انما ده نادي مين؟ ده النادي الاهلي بفرع اسيوط. ايه ده؟ انت عارف يا اسطى ده اسمه ايه؟ ده تحايل على القانون. انت فاهم؟ ده تحايل على القانون. عارف ده بالظبط بيفكرك بايه؟ بكلمك بجد والله. فاكر فيلم عادل امام بتاع طيور الظلام، لما وقف قدام طارق الخولي لما كان عامل اخوان، وطارق وعادل امام المحامي وبتاع، لما قال له احنا ناس بتوع باطل، بس عشان احنا ناس بتوع سياسة لازم الباطل بتاعنا يبقى قانوني. فاكرين الكلمة دي بتاعت الفيلم؟ قال له احنا ناس بتوع باطل، بس عشان ناس بتوع سياسة لازم الباطل بتاعنا يبقى قانوني. انت بتتحايل على الدولة. يعني انت بتاخد نادي اسيوط، قلت لكم اخدوا نادي الاقصر، شالوا يافطه نادي الاقصر، وقلت لكم في الفيديوهين اللي فاتوا ارجعوا لهم، شالوا اليافطه بتاعت نادي الاقصر وكتبوا نادي الاقصر فرع النادي الاهلي فرع الاقصر. تمام. تاني حاجه، امبارح راحوا شالوا يافطه نادي اسيوط وراحوا عاملين ايه؟ النادي الاهلي فرع اسيوط. ايه يا اسطى؟ انت بتاخد املاك الدوله بطرق ملتويه يا جدعان. يا محامين نادي الزمالك، يا عم عمر بيه هريدي، يا عم حسين لبيب، يا عم الجهبذ هاني برزي، يا عم الاستاذ هاني شكري، انتوا كلكم ناس تفهم في القانون. انا مش هقول مرتضى منصور عشان ده خلاص الى مزبله التاريخ بقى، فاهم؟ لان هو ده اللي هيجي الدنيا كلها علينا. لو مرتضى منصور كان كويس كنت هقول لك ده اول واحد، بس الى مزبله التاريخ، لان مفيش حد عمل في الزمالك الايام اللي فاتت وصاحب الارض والكلام ده الا مرتضى منصور وعياله. ما علينا. انتوا ناس بتفهم في القانون. يعني ايه انا، يعني ايه انا معلش اروح للنادي اقول له انا هاخد النادي بتاعك هطوره وهعمل لك ملاعب وهوضبه لك وبتاع، بس انت الفريق بتاعك هيبقى ليه ملعب كده صغير كده على جنب وبتاع، وانا هاخد بقيه النادي وهكتب عليه النادي الاهلي، ولا اشتري ارض ولا اروح للاوقاف ولا اروح اللي هي المجمعات العمرانيه دي، ولا اروح اي حاجه ولا اخد رخص زي الرخص موجوده. هو شال يافطه وحط يافطه. ايه ده؟ احنا فين؟ هي طابونه؟ يا عم وزير الشباب انت فين يا عم؟ اللي بيحصل ده انت فين؟ ايه اللي يعني ايه اشيل يافطه واحط يافطه بقى خلاص انا النادي ده ليه فرع سادس؟ وانا الفرع التاني اللي عندي اللي حاجتي بقاله 20 سنه رايحين تاخدوه مني؟ مش عايزين تدوري؟ انتوا فين يا عم؟ انتوا شايفيننا ازاي يا عم؟ يا جدع فوق ده نادي الزمالك يا جدع.
الجماهير لو قلبت عليكم وهجت عليكم والله العظيم 3 اشرف يا صبحي ما هتبقى موجود اصلا. يا راجل النهارده ماتش المنتخب بالليل، اول ماتش في كاس ما فيش حد متابع ولا حد حاسس ولا حد في دماغه اصلا. افتكر ايام 2006 و2008 و2010 ما تقوليش بقى غلاء المعيشه وغلاء الاسعار، كده كده كان في غلاء ساعتها برضه، بس كان في كوره وفي رياضه وفي الدنيا والناس كلها متجمعه. المنتخب النهارده الماتش وربي ما في حد بيتكلم عليه. فوق يا عم، فوق يا عم، انتوا عايزين تودوا الرياضه لفين؟ الكوره لو محيتوا هويه الزمالك مش هتلاقوا كوره في مصر، وربي ما في كوره في مصر. مش هتعملوا حاجه، اسمعوا مني يا عم. ده تحايل على القانون يا عم، وتحايل على الدوله، وتحايل على القضاء، وتحايل على كل حاجه. لما اشيل يافطه نادي واحط النادي بتاعي ده تحايل على الدوله. لا عايز ادي الاوقاف فلوسها ولا مجمعات رمضانيه فلوسها ولا عايز ادي اي حد، لان هي كده كده النادي ده اخد ترخيص. ما عليا الا انا شلت يافطه وحطيت يافطه وجددت له النادي جوه. ايه ده؟ يعني انا ينفع دلوقتي نادي الزمالك اهو ونادي الترسانه اهو، هو في الحقيقه نادي الزمالك في متوب اهو، تعدي السكه الناحيه الثانيه نادي الترسانه. يعني ينفع نادي الزمالك يروح نادي الترسانه يقول نادي الترسانه معلش احنا هنوضبوا النادي وكده و100 100 وهنخلي لكم بس نادي الترسانه يلعب في ملعب واحنا هناخدوا بقيه النادي نسموه نادي الزمالك الفرع الثاني؟ يا عم في انتوا مجانين. ما تفوقوا يا عم من الوهم اللي انتوا فيه يا عم. رياضه بالدقيقه يا عم. يا عم منتخبك التاني طالع بفضيحه يا جدع، بتلاته على ايد الاردن بالفريق التالت بتاعها يا جدع. المغرب امبارح لعبت ماتش عالمي يا جدع في اول ماتشات كاس في الافتتاح. شوفوا يا عم، شوف الناس رايحه فين وانت بتروح لفين. الله يخرب بيت ابوك ضيعتوا الرياضه في مصر. نادي الزمالك لازم يفوق ويقف على رجليه. مفيش رياضه في مصر من غير نادي الزمالك. انا قلت اللي عندي واللي عندكم اعملوه.